المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها عروض تعريفية بموارد القاشبركة في مهرجان إريتريا. إقليم جنوب البحر الأحمر يقدم محتويات قيمة في المهرجان. خدمات مرضية لبرنامج الادخار والقروض المصقرة. مالي تعلن إحباط مخطط لزعزعة البلاد بدعم دولة أجنبية. الصين والهند تدرسان استئناف التجارة الحدودية بعد توقفها 5 سنوات. ومحادثات جنيف تنتهي دون اتفاق على الحد من التلوث البلاستيكي. أهلا بكم مشاهدينا. يعرض إقليم القاشبركة التراث والموارد الطبيعية بالإضافة إلى برامج التنمية في مهرجان إريتريا. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات في الإقليم السيد إدريس صالح أن الإقليم يمتلك تراثا ثقافيا غنيا وموارد طبيعية غير مستقلة تتميز بالتنوع، ويتم اتخاذ مبادرات لدراستها وتوثيقها والحفاظ عليها. وقال أنه يتم هذا العام عرض المنازل والمساكن التقليدية التي تمثل قوميات الكنامة والنارة والتجرينيا والتجري والبدافيت، فضلا عن الرقصات التقليدية والآلات الموسيقية والتراث الشفوي والتقاليد ومعارض المنتجات. من جانبهم ذكر رئيس لجنتي الرقص التقليدي والآلات الموسيقية والمساكن التقليدية السيد أحمد طاهر والسيدة يحدق يوهنس تقديم عروض تعكس أسلوب الحياة والآلات التراثية والثقافة والتقاليد والبطولة والحياة الاجتماعية بشكل عام، ورقصات التراث والمناسبات والمنازل التقليدية استنادا على أبحاث الخبراء. أوضح رئيس لجنة المعرض السيد فرانكو كوبابا أن المعرض يتضمن خلفية وتنوعا في المنتجات الزراعية التي تسلط الضوء على وجود الفيلة والجهود المبذولة للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن المعرض حظي بتقدير كبير من قبل الزوار. وقال عضو لجنة التقاليد والتراث الشفوي الأستاذ يوسف دانيك أنه يتم عرض الحياة الاجتماعية والبطولات والعادات للكنامة والنارة والتجري والبداويت، ودعا المنظمين إلى إنشاء أرضية للحفاظ على الأدوات القديمة والتراث على المستوى الإقليمي وتعزيز توثيق التراث الشفوي. صرحت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات بإقليم جنوب البحر الأحمر السيدة حواء محمد أن المهرجان يقدم تغطية شاملة للثروات الوطنية المتنوعة بكل فئاتها. وأوضحت أن المحتويات التي تقدم في المهرجان الوطني سنويا يتم الإعداد لها استنادا على الأبحاث والدراسات المعمقة من أجل تقديم محتوى يساهم في عملية التطوير والمحافظة على الموروثات الثقافية والتراثية بشكل واسع. وذكرت أن الإقليم هذا العام يقدم 17 عملا فنيا مختلفا عن الأعوام السابقة تشمل الرقصات والموسيقى التراثية. وأضافت السيدة حواء أنه بخصوص عرض نمط الحياة والمعيشة في قرية الإقليم فقد تم إعدادها لتجسد التميز الطبيعي للإقليم. وأشارت إلى أن العروض تتطرق إلى الثروات الطبيعية والسياحية في الإقليم وأساليب الصيد التقليدية والحديثة، بالإضافة إلى المنتجات البحرية وسلامة الشواطئ عبر الصور الفوتوغرافية والفيديو، إلى جانب الشرح الذي يقدمه المنسقون. وتشمل المواد التي يقدمها الإقليم في مهرجان إريتريا لعام 2025 العروض التراثية والآلات الموسيقية التقليدية ومعرض المعيشة والتعايش ومعرض للصور الفوتوغرافية والفيديو، بالإضافة إلى التراث الشفوي ومحتويات تعرف بمميزات الإقليم الطبيعية والثقافية على حد سواء. تقوم مؤسسة القلال والمواشي بالتعريف بأنشطتها وعرض وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات في مهرجان إريتريا. وأوضح منسق المعرض السيد تدروس أبراهام أن مساهمات المؤسسة في التنمية الزراعية تشمل تطوير الري وموارد المحاصيل والثروة الحيوانية ومنتجات الألبان واللحوم والتخزين ومصنع البيناتوم ومصنع الزيوت ومعمل ألبو. ويشتمل المعرض على المواقع الزراعية والسدود من حيث مساحتها وسعتها المالية والآلات المستخدمة ومزايا الخضروات والفواكه المنتجة في إريتريا ومنتجات المصانع وطرق تخزينها وسلالات الماشية المستوردة ومنتجاتها وغيرها من الأنشطة. وفيما يتعلق بإنتاج الصلصة وزيت السمسم في ألبو، أوضح أن مصنع الصلصة الذي بدأ تشغيله في نوفمبر 2024 يمكنه تصنيع 5000 كنتال من الطماطم يوميا، ويعمل مصنع الزيت الذي
بدأ عمله في نوفمبر 2024 على إنتاج مختلف أنواع الزيوت. وقال الخبيران البيطريان أسرات أفورقي ولونا هبتمريام أن المؤسسة حققت تقدما جيدا في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ذات الجودة. وتأسست مؤسسة القلال والمواشي عام 2012 وبدأت نشاطها باستثمارات جديدة في المشاريع الزراعية التصنيعية المقامة سابقا. يقدم برنامج الادخار والقروض الصغيرة موبيل خدمات متميزة لعملائه من الأفراد والمجموعات في مديرية ملقي. وأوضح ممثل المكتب لوكالة الرنا أن لديهم 1300 عميل، من بينهم 1038 امرأة على مستوى المديرية، وقدم قروضا بقيمة أكثر من 3 ملايين نقفة. وأوضح أن هدف البرنامج هو دعم المواطنين في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية لتجنب حرمانهم من الإنتاجية بسبب نقص التمويل. قال إن معظم العملاء حققوا تقدما كبيرا في معيشتهم، وحثهم على الاقتداء بتجربة مستخدمي البرنامج النموذجيين لزيادة دخلهم. وأفاد المستفيدون من البرنامج بأنهم بدأوا بقرض صغير ووصلوا إلى مستوى كبير وأصبحوا من أصحاب رؤوس الأموال. ومول التي تعمل تحت إشراف وزارة المالية والتنمية الوطنية هي مؤسسة حكومية. تلقت المرأة التي ترعى الأسر المحتاجة في دبارة دورة تدريبية ل4 أشهر على تربية النحل وصنع المناحل. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة ترحاسة درسون في مراسم التخريج في 11 من أغسطس الجاري أن الهدف هو تأمين الموارد الاقتصادية للأسر. ومن جانبه شكر ممثل مدير المديرية السيد إبراهيم يوسف مبادرة الاتحاد الوطني للمرأة، وأكد أنه سيتم التعاون لخلق أرضية للمتدربات لتمكينهن من العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي. لقي مواطن يبلغ من العمر 50 عاما مصرعه بعد تعرضه لصاعقة برق أثناء الأمطار التي هطلت في مديرية طرونة في ساعات المساء من يوم 12 من أغسطس الجاري. وحث خبراء زراعيون المواطنين عامة والرعاية خاصة بالانتباه واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف والثلج، مشيرين إلى أنها تهطل في مناطق مختلفة من البلاد. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أن أجهزة الأمن والاستخبارات أحبطت ما قالت أنها محاولة لزعزعة استقرار البلاد كان يخطط لها عسكريون ومدنيون بدعم من دولة أجنبية. وجاء في بيان للحكومة له وزير الأمن في الحكومة المالية أن من بين المتورطين في المحاولة ضابطين في الجيش هما عباس ديمبلي ونما سنغاري، ومواطنا فرنسيا يعمل لحساب أجهزة الاستخبارات في بلاده. وقالت السلطات المالية أن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة، وأن التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين في المخطط. وأفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي أن عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة اعتقلت بتهمة السعي لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية. وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية أن 55 جنديا على الأقل اعتقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية المتواطئين المحتملين. تدرس الهند والصين استئناف التجارة الحدودية للسلع المصنعة محليا بعد أكثر من 5 سنوات من التوقف، حسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين في نيودلهي. وقالت المصادر أن الجانبين اقترحا استئناف التجارة عبر نقاط محددة على حدودهما، والأمر قيد المناقشة حاليا. يأتي ذلك ضمن تكثيف بكين لجهودها لتخفيف التوترات القائمة منذ فترة طويلة مع الهند في ظل التوترات التجارية على وقع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. ولأكثر من 3 عقود تداولت الهند والصين السلع المنتجة محليا مثل التوابل والسجاد والأثاث الخشبي وعلف الماشية والفخار والنباتات الطبية والأجهزة الكهربائية والصوف، وذلك عبر 3 نقاط محددة على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، والتي يبلغ طولها 3488 كيلومترا. وأغلقت نقاط التجارة خلال جائحة كورونا، والتي تزامنت مع تدهور حاد في العلاقات بين البلدين بعد الاشتباكات الحدودية التي أودت بحياة 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل.
أخفقت الدول ال185 في التوصل إلى اتفاق ملزم لمكافحة تلوث البلاستيك بعد 10 أيام من المفاوضات في جنيف، بعدما لاقى الرفض دول عدة وانتقادات منظمات غير حكومية. يأتي ذلك بعد تأكيد الهند والأوروغواي أن المفاوضين لم يصلوا إلى توافق بشأن المعاهدة وسط انقسامات حادة بين مؤيدين لخفض الإنتاج العالمي من البلاستيك ومعارضين لفرض قيود على تصنيعه، فيما دعت أطراف ومنها أوغندا إلى جولة جديدة لاستئناف المباحثات. وتضمنت المسودة الأخيرة إشارة وحيدة إلى أهمية إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامين في مقدمتها، بعد أن حذفت من النصوص السابقة المواد المتعلقة بوضع سقف للإنتاج والإجراءات الخاصة بالمواد الكيميائية، والإشارة إلى دورة الحياة الكاملة للبلاستيك. قضى ما لا يقل عن 60 شخصا وفقد أكثر من 100 آخرين بعد هطول أمطار غزيرة مفاجئة في الشطر الهندي من إقليم كشمير في ثاني كارثة من نوعها في منطقة جبال الهيمالايا خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، وفق ما أعلنت السلطات ووسائل إعلام محلية. وقال أحد عمال الإنقاذ لوكالة أنباء آسيا الدولية: قيل لنا أن إنما بين 100 و 150 شخصا قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض. وقعت الكارثة في بلدة شاسوتي بمنطقة كشتوار، وهي محطة توقف على طريق شهير يتوافد عليه زوار الهندوس، وتأتي الحادثة بعد أكثر بقليل من أسبوع من فيضان وانهيار طيني غزير اجتاح قرية بأكملها في ولاية أوتاركاند في منطقة جبال الهيمالايا. ووفق إدارة الإرصاد الجوي الهندية، فإن الأمطار الغزيرة المفاجئة تعني هطول مطر غزير يزيد عن 100 ملم من المياه في ساعة واحدة فقط، مما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية ودمار، خاصة في المناطق الجبلية خلال موسم الرياح الموسمية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. عروض تعريفية بموارد الغاشبركة في مهرجان إريتريا. إقليم جنوب البحر الأحمر يقدم محتويات قيمة في مهرجان إريتريا. خدمات مرضية لبرنامج الادخار والقروض المسقرة في ملقي. مالي تعلن إحباط مخطط لزعزعة البلاد بدعم دولة أجنبية. الصين والهند تدرسان استئناف التجارة الحدودية بعد توقفها 5 سنوات. ومحادثات جنيف تنتهي دون اتفاق على الحد من التلوث البلاستيكي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.